ماكسي كوشن مقاس 45 ونص، تحفه تحفه قويه جدا. انا مصورها في فيديو هنا حاطه لكم، بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله الحمد لله بعنا منها شويه حلوين. دي في منها لسه مقاسات، دي اللي المقاس ال 42 بتاعها خلص، يعني البدايه بتاعتها 43 و43 ونص وانت طالع، ال 45 ونص بتاعتها برضو خلصت، دي بس اللي مقاسها خلص. السودا تقريبا في منها لسه مقاسات، مريحه قوي 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 قوي. خش على سكتشر اللي ما فيش منه مقاسات، ده ما فيش منه مقاسات، 42 27 سم. جول 5 ما شاء الله، دي طبعا بتاعت الجولف يا جماعه، اهو زي ما انت شايف كده النعل بتاعها. 42 27 سم اير ماكس. طبعا انت عارفين الاير ماكس بيتباع بكام في التوكيل او غير التوكيل، بفضل اللي احنا عندنا الاسعار بعيده عن اي مكان خالص بيبيع شوزات اصليه في مصر. بص الدبابه البشريه دي دبابه اوت دور، يعني بص قويه جدا. 42 ونص 27 سم ونص، دي مش ده مش شوز عادي، ده ارش فيت، يعني من هنا في ارش فيت. النعل بتاعه جودير، الفرده دي قويه ومعموله من خامات عاليه قوي 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 زي ما انت شايف كده. لو مش شايف انت اكنك يعني دايس بكاوتش عربيه كده، جنط 81 قد كده، دبابه. 42 27 سم. الناس اللي بتحب الحاجات المقفوله، الحاجات الرايقه، الحاجات الشياكه، الناس المحترمين. طبعا احنا عندنا الارش فيت ده زي ما انا قلت لك، عندي منه برضو مقاسات بفضل الله، اصلي مليون في المية، 300 الف مليون في المية. واي حاجه تاخدها مني على التوكيل عشان تتاكد منها، ده في منه مقاسات. الوحيد اللي في منه مقاسات هو والارش فيت التاني والماكس كوشن، هما موديلين بس. قطعه واحده مقاس 41 26 سم، قطعه رايقه، جلد مقلوب زي ما انت شايف كده، جلد مقلوب، ستادي جراب. النعل ده يعني لو بتمشي بيه على جبل بياخد كده ايه، بيعمل امتصاص كده للصخور وبتاع، حاجه يعني معمول عليها تجارب الكلام اللي انا بقوله ده. ودي جودير. الفيديو طويل بس في شغل جامد، لسه مكملين. 42 27 سم، تحفه تحفه. الاير ماكس دي القطعه دي يا جماعه مقاسه 42 27 سم. بص الجماد ده، جمدان جمدان ما شاء الله. من هنا دي يا جماعه حديد، دي سيفتي جزمه، يعني الناس اللي عندها شغل في اي موقع، مهندسين في بترول، جزمه دي شكلها شيك قوي، وفي نفس الوقت يعني عايزه واحد بقى ايه السويدي يشتريها مني، ولا اي حد من الناس اللي هم عندهم شركات كبيره دي. 39 26 سم ماكس برضو، ولا دي الترا جو، الترا جو. الفرده دي محترمه قوي، انا معايا اختها من 4 سنين، معايا 4 سنين. طبعا في حاجات بتعيش في الاصلي كتير قوي 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 قوي، بس انت لازم تحافظ عليها. قطعه لوحدها ما تعيش ابدا، لازم يكون معاك قطعه واثنين وثلاثه. انا عارف ان الناس على قد ظروفها وكده، بس لو انت لابس جزم حديد هتتني، لو حديد هتتني. القطعه دي يا جماعه مقاس 43 28 سم. بصوا الجمدان ده زي ما انت شايف كده. القطعه دي انا وانا ببص عليها كده، القطعه دي ريتيرن، احنا مسعرينها المفروض تنزل من ثمنها 800 جنيه عشان هي ريتيرن. ليه ريتيرن؟ انت زي ما انت شايف كده، لو ما قلتلكش ممكن ما تاخدش بالك الا لو دققت قوي. النعل بتاعها ممسوح سنه بسيطه، لكن الجزمه من قدام جديده بتلمع. بص اهو، انا بصور لكم 4K في 60 فريم في الثانيه عشان خاطر الكواليتي يطلع زي ما انا واقف. فانت الجزمه دي من ثمنها مخصوم منها 800 جنيه من ثمنها اللي محطوط عليها، وثمنها محطوط عليها. طبعا احنا بنبيع اصلي، بس حد ممكن يقول لك انت خاصم من الجزمه 800 جنيه، احنا بنبيع احذيه اصليه. الجزمه دي جامده جدا، المقاس 42، جزمه من الجزم اللي هي الجبلي الاوروبي العالميه، قويه جدا. 43 28 سم. الناس اللي بتلبس كلاسيك، اللي بتلبس كاجوال، اللي بتلبس حاجات ساده، فلاتات محترمه قوي قوي قوي. الشوز ده شامبيون 43 27 سم ونص، ما شاء الله، فرده عالميه، حته كده جبلي محترمه قوي عالميه. المقاس بتاعها 43. في حاجات جبلي بتبقى مش معروفه قوي بالنسبه لنا، بس جزم قويه جدا، واسعارها بره بتكون عاليه، حتى البراندات بتاعتها احنا مش عارفينها بصراحه، مش موجوده في مصر هنا. 43 28 سم، فرده المريحه، فرده الطبيه الاصليه، الفرش العالي قوي، الفرش بتاع دي عالي قوي. ماكس كوشن، ماكس كوشن يا جماعه انا قلت لكم عليها، موجود منها تقريبا مقاسات كذا مقاس، 9 ونص، 42 ونص، حته كده شبه التومي، بس هي يعني انون براند مش معروف، بس الفرش بتاعها فيه مواصفات، والنعل بتاعها حلو جدا. فرده جميله كاجوال حلو قوي. تمبرلاند 43 ونص 27 سم ونص، لون كحلي كده محترم قوي. انا ما بعرفش في الوان. كحلي ده صلاح؟ كحلي يا باشا، كحلي. لا كحلي في اسود، صح؟ يبقى انا بعرف في الالوان، ده انت اللي ما بتعرفش في الالوان. 45 29 سم ونص. انا عندي مشكله في الموضوع اللون ده من زمان.
من زمان. لا انا عندي حاجه كده ما بعرفش اميز الوان، يعني حته ارمي كده عالميه. الفرده دي من غير فرش، ما 46، الفرش بتاعها مش موجود. اسكس، فرده قويه جدا. طبعا احنا هنديك فرش جل من عندنا عشان هي من غير فرش، انت لازم تاخد الشوز يجي لك بكل مواصفات. الفرش ده بيتباع لوحده، احنا بنبيعه ب 150 جنيه، وعملنا له قبل كده ريفيو. لو لقيت برده فيديو ليه انا مصوره هبعته لكم او اوريه لكم هنا. مريح قوي لو حد عنده اي وجع في رجله او حاجه وبيعانوا من اي خشونه مش عارف ايه، وعنده جزمه مثلا يشتريها او في الجيش او في اي حاجه، الفرش ده طبي قوي قوي قوي، هيريح لك رجليك جدا. 30 سم 46. الجزمه دي لو دلقت عليها ميه ما يخشش فيها ميه. انا عملت لها تيست من زمان قوي، بس تقدر تقول او تعتمد الكلام اللي انا بقوله ده، مش مكتوب عليها ووتر بروف، بس الجزمه دي لو دلقت عليها ميه كده مش هتخش فيها الميه خالص، مستحيل. وعملت، بس هنا لو عملت كده انا هبهدل هخرب الدنيا. لو عملت التيست ده 45 29 سم ونص. ايه الحلاوه دي يا باشا، ما شاء الله. جبلي محترم قوي قوي قوي. ماكس كوشن مفيش منها مقاساتها عشان مش اي ماكس كوشن، هم كانوا موديلين بس. 45 ونص 30 سم ماكس كوشن، تحفه، قنبله. الجزمه دي يا جماعه دبابه دي ماكس كوشن برضو، مقاس 46 30 سم طول القدم. بص الجزمه سيفتي من هنا، دي اول حاجه. ماكس كوشن اعلى حاجه في الراحه، الماكس كوشن ده اعلى حاجه. الجزمه ضد الزحلقه. بص النعل بتاعها معمول من كام طبقه، يعني بص هنا حاطين طبقه عشان خاطر ما يحصلش اي زحلقه في رجليك، مستحيل خالص. يعني حاطين طبقه تانية هنا اهو عشان تحمي الطبقه دي. والطبقه الاساسيه بتاعت الماكس كوشن، الجزمه فيها مواصفات قويه جدا، المفروض تتباع ب 7 8000 جنيه عندنا هنا، بس احنا ما بنبيعش بالكلام ده خالص، احنا بنبيع باسعار معقوله جدا، وتقدر تخبط بيها صدمات او اي حاجه. مكتوب عليها هنا ومحطوط عليها علامه الشاكوش كده، لو دبيت عليها ستيل توي، ده من الستيل توي. مواصفات مواصفات مواصفات. مقاس 45 ونص 30 سم. يا باشا احنا عندنا تحف، احنا عندنا تحف واحذيه مش هتلاقيها في مكان تاني، بفضل الله بفضل الله. ده كرم من ربنا وتعب بعد مجهود وسنين وتعب وخساره ومكسب، ان احنا نعرف نوفر كل الاحذيه المطلوبه من اول الاطفالي لحد الرجالي. الجزمه دي مقاسها 44 تقريبا، انا مش فاكر المقاس بتاعها، مش مكتوب التيكت بتاعها من جوه، لو عايز تاكد عليها برضو اكد مع الشباب. 45 29 سم. ايه الموضوع ده، نفس الموضوع، ستيل توي. دي برضو سيفتي، لو اي حد شغال في اي موقع او اي حاجه، سيفتي ضد الزحلقه ضد اي حاجه. بص الفرش بتاعها، اوريك الفرش بتاعها، بص عامل ازاي اهو. الفرش بتاعها اول حاجه سمكته محترمه جدا، عالي جدا. بص الكلام هنا مكتوب عليها ضد الزحلقه اهي، ضد الزحلقه. بتعمل يعني زي طبعا هي فيها سيفتي، فالسيفتي ده امان جدا لموضوع الكهرباء، يعني لو حتى دايس على كهرباء ولا حاجه امان بنسبه 100%. الجزمه حتى لو انت شغال باي شكوش او باي حاجه، الجزمه بتستحمل معاك الصدمات جدا جدا جدا. ده بالنسبه للفرش بتاعها، يعني انت من هنا لو بتدوس على حديد ماشي على حديد كده، الجزمه قويه بطريقه مش طبيعيه. طبعا كل دي مواصفات السكتشر بتحطها. احنا عملنا تيست قبل كده على شوز كان عندنا سيفتي، بفضل الله ما قعدش منه ولا قطعه. اي حاجه بتطلع فيها مواصفات بنحاول نقول لكم المواصفات بتاعتها، وكل شوز من دول ليه مواصفات جامده قوي، بس احنا بنحاول نختصر على قد ما نقدر. الفيديو طويل وفيه شغل كتير بفضل الله. 44 28 سم تيمبرلاند هو اغلى حاجه انا ببيعها، هو غالي وفي التوكيل 12000 جنيه. انا مش بقارن نفسي بالتوكيل خالص، احنا بنقول لك ان ده في التوكيل ب 12، احنا لما بنجيبه من بره بنجيبه بسعر غالي برضو عشان نعرف نوفر لك الحاجه اللي ب 12 مش بنص ثمنها، لا بنص ثمنها، يعني بربع ثمنها اكيد. 44 28 سم، قطعه اديداس، قطعه ذا وورد، فيها سمايل. بص ذا وورد نيد لاف، يعني العالم محتاج حب. شفت الكلام يا صلاح، بيقول لك ذا وورد نيد هوب نيد لاف. 44 28 سم. الناس اللي بتلعب باسكت، الناس اللي بتدور على حاجه عاليه مريحه جميله. طب وعشاق لافايس ما لهمش حظ معانا. 44 لافايس اللي مش هتلاقيه في اي حته في الدنيا، وغالي جدا. اللافايس اغلى من البولو والحاجات دي. اللافايس بيعمل جزم حلوه وجزم قويه زي التمبرلاند كده، واخد سكه حلوه قوي في الشوزات. 44 28 سم ونص، قطعه رايقه جدا ان شاء الله. سايكوني من البراندات القويه بتاعه الرننج قوي. 44 مش مكتوب فيها، 44 ونص مش مكتوب فيها طول القدم، بس انت اعتمدها 28 سم طول القدم. لو محتاج حاجه للجيم للجري، القطعه دي يعني هي الموضوع. طبعا تبقى لابس حاجه في رجليك مفيش حد تاني لابس زيها.
القطعه دي اسمها فيفيك، انا اول مره اشوفها، يعني البراند بتاعها اول مره اشوفها. لو عملت ريسيرش عليها هتلاقيها سعرها برده مش قليل. احنا بنحاول نجيب لكم كل حاجه متاحه بره بالاسعار بتاعت مصر اللي تناسبنا كلنا. قطعه بولو، بولو كلاب، زي التمبرلاند، تحس ان هي زي التمبرلاند بالظبط. جلدها حلو قوي، جلدها متين، طبعا مش جلد طبيعي، جلد معالج سكاي، بس جلد محترم. الجلدة نفسها تستحمل، جلد حلوه ما شاء الله، فرده جميله. الحته دي دكتور شولز. القطعه دي عايزه واحد فارس من الاخر، عايزه واحد بيركب حصنه. جزمه تشيلسي بوت كده رايقه. وبص انا عمال ادور على المقاس بتاعها. بصوا المقاس بتاعها فين. مش عايزين يبوظوا منظر البطانه او الحاجه اللي جوه او الخامه اللي جوه، فحطينا في حته كده متداريه عشان لما السوسته تقفل عليها ما تبقاش باينه. محترمه جدا الشركه دي. 44 28 سم ونص، 28 سم بس طول القدم. الفرده دي طبيه جدا. الدكتور شولز دي طبيه وتشيلسي بوت عاليه. ودي اخر قطعه الدي سي. بصراحه انا مخليها اخر قطعه، هتجنن عليها، بس هي فيها نص نمره اصغر من المقاس اللي انا بلبسه. بس بص الحلاوه، بص دي سي. طبعا في ناس ما تحبش الموديلات دي خالص زي صلاح وفي ناس تانية يعني تبقى موهومه بيها. انا بصراحه الجزم دي بالنسبه لي وهم بالنسبه لي. جزمه جامده قوي قوي قوي. طبعا في من الحاجات دي او شبهها مش اصلي. انت لو عرفنا احنا مخلصين الكلام في موضوع الاصلي والكوبي ده، بقالنا 14 سنه شغالين في الاحذيه الاصليه، بنصور فيديوهات على اليوتيوب وفي كل مكان. ولو انت مش متابعنا خش كده لف لفه شويه وبعد كده ابقى احكم، او اسال الناس اللي عندك هنا اذا كان في الفيسبوك او في اليوتيوب، هيقولوا لك احنا فعلا بنبيع احذيه اصليه ولا لا، بشهاده الناس الحلوه محبين. يعني احنا بيكم بنحاول نكبر ان شاء الله. احنا قربنا على 100,000 على الفيسبوك، وقربنا على 35,000 على اليوتيوب. انا بالنسبه لي 35,000 على اليوتيوب دول يعني ب 500,000 على الفيسبوك اصلا، لان الاعداد اللي بتيجي من هناك صعبه جدا. اول ما نوصل ان شاء الله 100,000 على الفيسبوك هنعمل هدايا كده تاني، وانا عملتها قبل كده وهعملها تاني ان شاء الله. فتنسوش تعملوا لايك وكومنت، نختار حد من الناس ونكسبه. السلام عليكم.